يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. هنعمل النهارده بقى طريقه جميله جدا ان شاء الله هتعجبكم، بس بعتذر لصوتي لاني تعبانه وكده، فمعلش. بصوا بقى، انا معايا لحمه ومعايا هنا بصل وفلفل ومعايا كمان شوية كده من البقدونس. تمام كده، هبدأ اجيب الكبة بتاعتي وهحط فيها البصل والبقدونس والفلفل. طبعا الفلفل ده سبايسي، ممكن انت تحطيه حار لو حابة اي حاجة يعني اللي انت تحبيه حطيه. ماشي. وقبل اي حاجة كده هجيب من المصفى بتاعتي وهعصر اي سوائل في البصل. طبعا تنعميه في الكبة كويس، وهتعصريه من اي سوائل. طبعا انا عملت الكمية كلها، وهنا معايا اللحمة. طبعا اللحمة حسب الكمية اللي انت عايزاها. هنيجي هنا بقى للبهارات بتاعتنا. معايا 7 بهارات، ومعايا توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسود وشوية من القرفة وبابريكا وكزبرة. وكمان حطيت رشة من اللهم صل على النبي، الحبهان والورق لورا المطحونين. وده اللي كيس الكفتة اللي هي اللي بتكون جاهزة دي، بتكون طعمها جميل جدا. حطيت كيس. ماشي. اهم حاجة بقى يعني ايه؟ تدعكي يعني بصي تمسكي اللحمة دي من فوق لتحتيها كده، يعني حوالي بتاع 5 دقايق او اكتر. فطبعا ماما بقى ايه قعدت وهي بتعملها، لان انت لازم شوية حلوين كده بتاع 10 دقايق تفضلي انك تقلبيها كويس في بعض. ولو الجو بقى يعني احنا طبعا دلوقتي الجو ساقعة، فمش هتحتاج ان هي تقعد في التلاجة شوية. فاحنا لو كان في صيف وكده لازم تحطيها في التلاجة شوية عشان تتشمع معاكي. هنا بقى معايا فلفل حار وفلفل رومي زي ما شفتوا. معايا كمان طماطم هقطع كده السمك مش تخين قوي. ومعايا كمان بصل. ماشي. وطبعا معايا كمان شوية من العيدان بتاعت البقدونس اللي احنا. ومعايا كمان البطاطس دي بيكون طعمها تحفة تحفة جنب تحت الكفتة والكلام ده. هحط بقى البطاطس طبعا زي ما انتوا شفتوا كده. السمك بتاع البطاطس مش تخين خالص، وريتهولكوا رفيع عشان الكفتة ما بتاخدش معايا وقت في الفرن وتستوي على طول. حطيت الطماطم والبصل وكمان الفلفل والبقدونس. العيدان دي هتديكي بقى ريحة جميلة جدا. هحط رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح. ماشي كده. وهتقلبي الكلام ده كله في بعضه وشمي ودوقي. بجد كانت صينية كفتة قمر 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 كده قمر كتير. هنشوف دلوقتي. كانت جميلة جدا وسريعة. يعني انا الايام دي عندنا كذا حاجة، فبنحاول ان احنا نعمل حاجات سريعة، ما نقفش في المطبخ كتير. نعمل حاجات سريعة عشان طبعا مشغولين اليومين دول. وهتشوفوا الفيديو اللي جاي، الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هتعجبكم بقى. مش هتكون هنا خالص خالص خالص، هتشوفوا. هنا الكفتة بتاعتي. بصوا صينية الكفتة تتاكل والله نية. بصوا شكلها تحفة تحفة. هجيب بقى ايه؟ احط لها كده معلقتين سمنه كده حلوين. طبعا هتفرقيهم كده في الصينيه كلها. ريحتها كانت جميله وطعمها جميل، وكمان هنشوفها لما تستوي من جوه هتكون عامله ازاي. حاجه جميله جدا. والبقدونس بقى والبهارات مدين لها ريحه جميله جدا. لو جربتوها باذن الله انا متاكده ان هي هتعجبكم. هبدأ بقى برضو هنعمل الصينية التانية. بس قبل اي حاجة، هنا المية اللي نزلت معايا من البصل حطيت رشة فلفل اسود ورشة ملح ومعلقة من الصلصة، معلقة صغيرة. بس انا الكاميرا كانت واقفة معرفتش ان انا اصور. وهتبدأي انك يعني ماما بص بتعوص ايديها كده من المية دي وهي بتعمل الكفتة. طبعا بخلة، بظهر معلقة، اي حاجة بتعملي بيها. دي كانت الصينية الصغيرة برضو حطيت فيها طماطم والفلفل والبطاطس ورشة فلفل اسمر ورشة ملح. وبتتصبع معاكي على طول كده، ما بتاخدش اي وقت. يعني انت واقفة في المطبخ والله، هو ممكن الوقت اللي تاخدي فيه بس في الكفتة دي انك بس ايه؟ انك تدعكيها كويس في بعض. لازم تدخلي كل الكلام ده كله في بعض كويس جدا. ولو طبعا زي ما قلت لكم كنا في صيف، كنت لازم تحطيها في التلاجة شوية. اهو هنعمل كمان بقى ايه؟ كور كده صغنططة برضو بتكون جميلة جدا. طبعا انت بقى ممكن تعملوا جنبيها مكرونة، ممكن تعملوا جنبيها رز ابيض، رز بسمتي، اللي انتوا بتحبوه. طبعا انا زي ما قلت لكم انا مش عايزه اقف في المطبخ كتير، فهتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. حاجه سهله وسريعه وجميله جدا. طبعا بقى يا جماعه ما تنسوش تحطوا اللايك، عشان بصراحه محدش بيحط لايك، فياريت تحطوا لايك.
ماشي. هبدأ بقى زي ما شفتوا كده الصواني القمر بتاعتي. انا قبل ما ادخلها الفرن، طبعا الفرن لازم تكوني مسخناه، بس قلت ايه اديها غلوة كده من فوق الوش. وكمان بقى الحاجة اللي هتفحفح معانا وتخلي الكفتة ليها طعم معايا بقى ليا يا جماعة، واتفرجوا على ريحتها وطعمها، وبصوا يعني ريحتها قلبت البيت والله العظيم. هتحطي كده مكعبات ليا، وبعدين دخلتها الفرن. هنيجي بقى نعمل شويه سلطه طحينه كفته، يعني سلطه طحينه. حطيت طحينه وحطيت علبه زبادي، وهتفضلي تقلبيهم كويس في بعض. دلوقتي هتلاقيهم ايه مسكوا في بعض. الكوبايه بتاعه الزبادي خدت منها كوبايه الميه. بصوا هياها كوبايه زبادي نفس الكوبايه ميه. ماشي. طبعا هي ميه عاديه، عايزه تحطي ميه سخنه حطي، بس هي ميه عاديه عادي. وما يعني ما خدتش وقت ان هي تتفك، على طول هتتفك دلوقتي معانا وهتبقى زي الفل. الطحينه طبعا كنت طعمها جميل. احط رشه من الفلفل الملح، سوري، رشه من الملح. وكمان حطيت رشه من الثوم البودر، ورشه من الكمون، ورشه من البابريكا. طبعا ممكن تبدلي البابريكا بشطه، بس احنا طبعا عشان مش بنحب الشطه قوي او مش عايزينها نخليها حراقه، لان الفلفل اللي احنا حطيناه في الكفته كان حراق جدا. وكمان حطينا معلقه خل ونص ليمونه. ماشي، يعني نص ليمونه ومعلقه خل، رشه ملح ورشه فلفل، رشه قصدي كمون وتوم باودر وبابريكا. طبعا ممكن تبدليها بشطه. اهو اللهم صل على النبي كده، زي ما انتم شايفين الطحينه كانت زي الفل. طبعا دي معاه جرجير بقى، واللفت القمر قمر. بصوا اللفت يا جماعه كان تحفه قوي معايا، اللي هو العيش ده عند اي فرن بتاع عيش بتلاقيه. بصوا بقى الكفته بعد ما استوت معايا، بصوا من جوه يا جماعه، يا نهاري على جمالها وريحتها وطعمها. بجد كانت حاجة جميلة جدا والله. يعني حاجة مش هتاخد معاكي اي وقت. الكفتة في الفرن، هتعملي شوية سلطة الطحينة وخلاص. طلعنا اللفت اللي احنا لسه عاملينه. لو محدش شاف طريقة اللفت هتلاقيه في القناة عندك. طريقة سهلة برضو وسريعة وما خدتش اي وقت. طبعا ماما هنا حطت طحينة وحطت لفت وجرجير. وهتبدأي انك تلفي كده الساندوتش بتاعك. بينفع بقى. بصي يعني حاجة سهلة وسريعة. بقى ممكن تعمليه لأولادك في المدارس، جاي امتحانات. فاهمني. حاجة كده سريعة مش تاخد معاكي اي وقت. راحة شغل مثلا، لو موظفة الكلام ده كله وراحة شغل وعايزة حاجة على طول، ممكن تعمليها عادي جدا. ومعاها بقى حتة جرجير زي ما انتوا شايفين كده، واللفت حاجة بصوا جميلة جميلة. وهنحط كمان كاتشب. الكاتشب مع الكفتة بيكون طعمه يا نهاري على ريحته وطعمه وجماله. كان جميل جدا والله. بصوا سندوتشات قمر 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 كده. هتبدأي انك تلفيه كده برضو بقى. انا بصوا هعملها معاكم. انا ايه كنت انا وماما قلت لها انت تعملي وانا اعمل، ماشي، ونشوف سندوتش مين اللي هيطلع ايه احسن. طبعا هي احسن في كل حاجة، بس انا ايه عشان بحب اللي انا اصلا يعني ايه بعمل على طول كريب، وبعمل السندوتشات السوري وكده. ان شاء الله هبقى اعمل لكم الشاورما. والسندوتشات السوري دي بعملها حاجه بقى ايه تتبيله. بصوا من الاخر من الاخر، انا جبت هنا بقى السندوتش وحطيت طحينه وجرجير، وبعدين حطيت الكفته بتاعتي وحطيت كاتشب. ماشي كده. وهبدا اقفل من الجنبين وبعدين الف على طول. بصوا مفيش اسهل من كده، مفيش اسهل من كده. طبعا ممكن تبصميه لو انت حابه، بس انا يعني الموضوع مش مستاهل ان هو يتبصم، يعني فاهمني. فهنسيب التبصيم ده والحاجات دي كلها، واحنا ايه بنعمل الشاورما. هنا السندوتش التاني قلت بقى احط من الطماطم والبطاطس. بصوا الطماطم كده يا جماعه، الكاميرا مش موضحه برضه قوي، واخده كده وش التحميره ده عارفينه، اللي هي متحمره. وحطيت كمان فلفل والكاتشب. السندوتش ده كان قمر قوي بقى. ده اللي انا اكلته بقى بجد. كان جميل جدا. بصوا بقى تعالوا نفتحه كده من جوه. بصوا يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال. بصوا يا جماعه، جرجير بقى مع طحينه كده مع كاتشب. بصوا بقى شكل الطبق في الاخر. بذمتكوا ده مش يحتاج لايك؟ الصينيه القمر دي مش تحتاج. يلا بقى ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه. وباي باي.